مساكم الله بكل خير. اليوم معانا ضيفنا وحبيبنا الكابتن عادل عباس، اللاعب الموهوب اللي اسعد الملايين والكثير من الجماهير اليمنيه في يوم من الايام. كابتن عادل حياك الله، شرفتنا. شرف لنا. وعندنا لقاء بسيط معاك ان شاء الله. تفضل. كيف كانت بدايتك في عالم كره القدم؟ والله بدايتي كانت بداية اي لاعب، يعني من الحواري، من المدارس، بعدين الى النادي، الى المنتخب. طيب اول نادي بدأت فيه حتى وصلت الى المنتخب؟ نادي التلال. ايش شعورك وانت تلعب مع نادي التلال؟ التلال نادي عريق يعني، وشعور جميل جدا انك تلعب، ورابطة نادي التلال تعتبر من افضل الرابطة داخل اليمن. حقيقة اول بطولة كيف كان الشعور؟ وشعور يعني لا يوصف حقيقة يعني. النادي المفضل لك في السعودية؟ الاتحاد. اللاعب اللي خلاك تحب الاتحاد؟ محمد نور. ايش السبب؟ اعشق محمد نور. 18 في 18. 18 في 18 ها؟ اجمل هدف لك؟ ضد المنتخب السعودي. صراحة المنتخب السعودي منتخب كبير، ولما تلعب قدام المنتخب السعودي وتسجل تحس انه انجاز، لانه صراحة منتخب صح. محترم ومنظم وقوي. كلمة تحب توجهها للاعبين اللي يطمحوا يوم من الايام يكونوا زي عادل عباس؟ نصيحتي انه يطمح طموح حلو، وانك تجتهد على نفسك. ما في شيء مستحيل. اكيد ما في حاجة مستحيل ولا صعبة. انت يعني اطرح براسك هدف واشتغل عليه، وربنا هو بيوفق باذن الله. ايش رايك في بطولة الامير عبد الله بن سعد؟ ما شاء الله، يعني بطولة حلوة جدا، وانا كنت اسمع عليها من اليمن انها بطولة مميزة جدا، وما شاء الله تنظيم واحتفاء بهذه البطولة. كل التوفيق لك ان شاء الله. الله يعطيك العافية.